هل صحيح أن بليلي كسر شاشات مركب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب؟ السلام عليكم وأهلا بكم في هذا الفيديو الجديد على قناتكم. اليوم سنتحدث عن واحد من أكثر اللاعبين العرب إثارة للجدل داخل وخارج الملعب، إنه النجم الجزائري يوسف بليلي. مسيرة مليئة بالمهارات، الأهداف الحاسمة، لكن أيضا المشاكل والعقوبات. خليكم معي للتفاصيل. إليك آخر أبرز الأخبار والتطورات المتعلقة باللاعب يوسف بليلي حتى تاريخ اليوم 10 سبتمبر 2025. الاعتقال المؤقت في مطار باريس. في 2 يوليو 2025 تم توقيف بليلي لدى وصوله إلى مطار شارل دي غول في باريس إثر خلاف مع طاقم الطائرة بشأن ربط حزام أمان حفيده، مما استدعى استدعاء الشرطة. تم الإفراج عنه في نفس اليوم بعد رفع الاحتجاز دون توجيه تهم رسمية ضده. الشرطة الفرنسية وصفت الحادث بسوجي مينور. بعض المصادر ذكرت أن بليلي نشر على إنستغرام تعليقاً لاحقاً كتب فيه Algerian and proud you bastards، بينما قال والده أن ابنه تعرض للإهانة من الطرف الفرنسي. عودته إلى التدريب مع الترجي. في منتصف يوليو 2025 رفض عرض تجديد عقد من الترجي بقيمة 290 ألف دينار تونسي شهرياً. وحسب تقارير فإن بليلي يتواجد حالياً في الجزائر وينتظر عرضاً مالياً مغرياً من مولودية الجزائر يقدر ب90 ألف يورو شهرياً، مع احتمال عودته إلى الدوري الجزائري قريباً. في 9 أغسطس 2025 أبلغ الترجي جمهوره أن بليلي لن يشارك في مباراة الافتتاح للموسم الجديد بسبب إصابة في الكاحة، مع تأكيد من الطاقم الطبي على ضرورة منحه مزيداً من الراحة لضمان جاهزيته التامة. بين حكاية وأخرى، في 9 أغسطس 2025 أبلغ الترجي جمهوره أن بليلي لن يشارك في مباراة الافتتاح للموسم الجديد بسبب إصابة في الكاحل، مع تأكيد من الطاقم الطبي على ضرورة منحه مزيداً من الراحة لضمان جاهزيته التامة. من الناحية الفنية سجل هدفاً حاسماً للترجي أمام لوس أنجلوس FC في مونديال الأندية 2025، كما صنف في ذلك اللقاء كأفضل لاعب فيه. بعد بروزه مع الترجي خاض بليلي تجارب احترافية مختلفة، من بينها مع أنجيل الفرنسي ثم مع الأهلي السعودي، قبل أن يعود مجدداً للترجي. لاحقاً انتقل إلى نادي قطر القطري ثم إلى بريست الفرنسي، لكنه دائماً ما كان يثير الجدل بسلوكه سواء داخل أرضية الميدان أو خارجها. مع الخضر كان بليلي حاضراً في أبرز المحطات. توج بكأس إفريقيا 2019 في مصر تحت قيادة جمال بالماضي، وقدم مباريات كبيرة جعلت الجماهير الجزائرية تعتبره أحد مفاتيح الفوز للقب. وبفضل روحه القتالية وأهدافه حفر اسمه في ذاكرة عشاق المنتخب الوطني. لكن مسيرة بليلي لم تكن كلها نجاحات. عرف عدة إيقافات بسبب مشاكل انضباطية، وواجه انتقادات حادة بسبب مشاداته المتكررة مع الحكام وأحياناً مع المدربين. فيما يخص حقيقة تكسيره لشاشات الإشهار بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء، يبدو أن الخبر المعروض في مقطع الفيديو على يوتيوب بعنوان بليلي يخرب شاشات ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء هو في الحقيقة مقطع قصير شورت، وغالباً ما يهدف إلى لفت الانتباه أو الترفيه، ولا يقدم تأكيداً موثوقاً بأن يوسف بليلي أو أي لاعب آخر قام فعلاً بكسر شاشات داخل الملعب. حتى الآن لا توجد تقارير إعلامية رسمية سواء من مصادر مطبوعة أو إلكترونية موثوقة تفيد بأن بليلي تسبب بواقعة كسر للشاشات داخل ملعب محمد الخامس. ظهور مثل هذه المقاطع القصيرة على وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن يكون مبالغاً فيه أو هدفه الفكاهة وليس نقل حدث فعلي، وبالتالي فالخبر المعروض في مقطع الفيديو لا يعتمد على أساس متين، ويبدو أنه مجرد مبالغة أو ترفيه فقط. يوسف بليلي
موهبة كروية لا يختلف عليها اثنان، لكن شخصيته المثيرة للجدل جعلت مسيرته مليئة بالصعود والهبوط. أنتم ما رأيكم؟ هل تعتقدون أن بلايلي قادر على العودة بقوة والتألق مجددا، أم أن المشاكل ستظل تلاحقه؟ اكتبوا لنا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.